اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة مع شيماء عبد الله. وصفتنا النهاردة وصفة امريكية لكن هنعملها بايادي مصرية. النهاردة هنحضر مع بعض نيويورك رولز او كرواسون رولز. يعني عايزة اقول لكم ان وصفتنا النهاردة ليها اسامي كتيرة. هي ظهرت مؤخرا في مدينة نيويورك الامريكية وعملت ضجة كبيرة جدا في كل وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة اللي فاتت. وحصريا النهاردة على قناتنا هنشارك كل تفاصيل الوصفة دي علشان تنجحوا فيها من أول مرة. وقبل مشاهدة الوصفة الحلوة بتاعتنا النهاردة ما تنسوش اللايك على الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. ولو أول مرة تشوفوا قناتي ما تترددوش اشتركوا على طول وفعلوا جرس التنبيه علشان توصلكم كل وصفات الجديدة والحصرية. وإن شاء الله أسيب لحضراتكم كل المقادير بالكوب المعياري وبالجرامات مع شوية ملاحظات حلوين كده في الديسكريبشن علشان تضمنوا نجاح الوصفة من أول مرة. ويلا بينا نبدأ في الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنحتاج نص كوباية من اللبن البارد، هننزل عليهم ب10 جرام من الخميرة الفورية، وهننزل عليهم كمان بربع كوباية من السكر، وهنقلب كل الخلطة دي ولحد ما ندوب الخميرة والسكر. وعشان نكمل العجينة بتاعتنا هنحتاج حوالي 3/4 كوباية من المية. في الميكسر عندنا هننزل بنص كيلو من الدقيق، يعني حوالي 4 كوبايات من الدقيق. وانا استخدمت النهارده دقيق جميع الاستخدامات وهوريه لحضراتكم دلوقتي. هننزل عليهم بنص معلقه صغيره من الملح ومعلقه من اللبن البودره. بعد كده هنحتاج كمان عليهم معلقتين من العسل، وهنبدا نخلط كل المواد الجافه كويس جدا مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده اللبن بالخميرة بالسكر اللي كنا سايبينه على جنب هنبدأ ننزله على الخلطة الحلوة اللي احنا عملناها كده مع بعض، وهنبدأ نعجن. واول ما نلاقي كوبايه اللبن بالخميره الدقيق بدا يتشربها كلها وتختفي تماما، هننزل على طول ب3/4 كوبايه من الميه. وزي ما احنا متعودين مع بعض في اي فطاير او اي معجنات عندنا بننزل بالميه على الدقيق بالتدريج. بس مقدارنا النهارده مظبوط جدا، يعني 500 جرام خدوا بالظبط مني 3/4 كوبايه من الميه ونص كوبايه من اللبن. شايفين العجينه بتاعتنا ناعمه جدا، اوعوا تخلوا العجينه تخرز منكم. واول ما نلاقي العجينه بتاعتنا لمت معانا وبقت حلوه كده هننزل عليها على طول بمعلقتين من الزبده. واول ما تختفي الزبده كده تبقى العجينه بتاعتنا خلاص في اخر مرحله من مرحله العجن. احنا محتاجين عجينه الكرواسون النهارده تكون لينه ومتجانسه، وكمان يكون فيها يا جماعه نسبه مطاطيه زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط في الفيديو. بعد كده لازم عجينه الكرواسون ترتاح حوالي 10 دقائق قبل مرحله التبطين بالزبدة. هنلف العجينة بتاعتنا في استرتش غذائي وهنسيبها بس حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده. هنسيبها ترتاح علشان تبقى سهلة معانا في الفرد. وعايزة اقول لكم ان الدقيق اللي استخدمناه النهاردة لعمل الكرواسون رولز لازم يكون فيه نسبة بروتين من 11% ل 13%، وانا استخدمت النهاردة دقيق دوبيلا علشان نسبة البروتين فيه 13.7. اوعوا تجيبوا دقيق من عند العطار وتعملوا بيه الكرواسون رولز، الوصفة هتبوظ منكم على طول. لازم نخلي بالنا من الملاحظات البسيطة دي لنجاح الوصفة. وهنيجي هنا لمرحلة فرد العجينة. أول حاجة هنعملها هنرش الكاونتر عندنا رشة خفيفة كده من الدقيق علشان العجينة بتاعتنا ما تلزقش في الكاونتر. بعد كده هنبدأ نفرد العجينة. شايفين عجينتنا طرية جدا وفي نفس الوقت مطاطية وبتفرد معانا بكل سهولة. بعد كده هنبدأ نقطعها مثلثات زي ما انتوا شايفين. هي عملت لي حوالي 9 مثلثات متساوية. وممكن حد فيكم يسألني انت ليه يا شيماء قفلتي على العجينة بالاسترتش وما سبتهاش تخمر كده في العجان وغطيتيها وخلاص؟ عايزة اقول لكم ان لازم يا جماعة عجينة الكرواسون نقفلها في المرحلة اللي بنسيبها ترتاح فيها بعد العجن مباشرة حوالي ربع ساعة. هنقفل عليها كويس جدا علشان ما يخشلهاش اي هواء. احنا عايزين عجينتنا النهاردة تكون طرية ولينة وفي نفس الوقت تكون مطاطية، لكن مش عايزينها منتفخة زي اي مخبوزات او اي فطاير عادية احنا بنعملها. وبعد ما كورنا ال9 مثلثات بتوعنا هنسيبهم على جنب، بس اهم خطوة ان احنا نغطيهم علشان العجينة ما تنشفش مننا. بعد كده هنرش رشة خفيفة من الدقيق، وكمان النشابة اللي هنفرد بيها العجين لازم نعمل لها كده مسح دقيق او نرش عليها مسحة من الدقيق علشان ما تلزقش في العجينة.
وهنبدأ نفرد العجينة بتاعتنا. بعد رشة الدقيق هنبدأ نفردها بالنشابة، دايما نبدأ من نص العجينة لبره. هناخد العجينة من النص، نبدأ نضغط عليها ضغطة خفيفة لحد طرف العجينة. ولازم نخلي بالنا واحنا بنفرد العجينة ان احنا نديلها وقتها او راحتها في الفرد، علشان ما نضيعش التخمر بتاعها. يعني من الاخر كده ما تفعصيش العجينة وانت بتفرديها. وهنبدأ في مرحلة التبطين بالزبدة. هنحتاج حوالي 200 إلى 250 جرام من الزبدة، ولازم تكون الزبدة لسه مخرجينها من التلاجة قبلها بحوالي ربع ساعة، يعني بدرجة حرارة المطبخ. وهنبدأ نفردها بالفرشة زي ما حضراتكم شايفين كده. لازم نوزع الزبدة بالتساوي على كل حروف العجينة عندنا. دايما برضو ببدأ من النص وافرد الزبدة لبره. هنجيب طبق واسع عندنا ونحط عليه كيس من اكياس التلاجة ونرش رشة بسيطة من الدقيق، وهنفرد عليه اول طبقة من طبقات الكرواسون عندنا، او اول طبقة من العجين اللي بطناه بالزبدة زي ما حضراتكم شايفين كده. وعايزه اقول لكم ان الكرواسون رولز مش مجرد مقادير بس بتتحط على بعض فتعطيني وصفه ناجحه على طول. لا طبعا، ده هو مجموعه كده من الخطوات بتبتدي من اول ما حضرتك تختاري كده نوع الدقيق صح، وتختاري نوع الزبده الصح، مع تظبيط كده درجات الحراره، وتعطي العجينه بتاعتك وقتها ترتاح كده في التلاجة. هتحصلي على كرواسون ناجح بنسبه 10/10. اهم حاجه تخلوا بالكم من كل الملاحظات اللي قلتها لكم النهارده علشان تعملوا كرواسون رولز ناجح بنسبة 100%. وهنبدأ نفرد تاني طبقة. واهم خطوة واحنا بنفرد طبقات العجينة بتاعتنا يا جماعة ان احنا نرش رشة بسيطة من الدقيق، بتساعدني في الفرد جدا زي ما انتوا شايفين كده. اوعوا تنسوا رشة الدقيق علشان العجينة ما تلزقش مننا ويبقى فيها جزء رقيق وجزء تخين، والجزء الرقيق يتحرق مننا داخل الفرن. وشايفين انا دلوقتي بساعد مع النشابة في فرد العجينة بايديا زي ما انتوا شايفين كده، بتفرد معايا بكل سهولة. وعايزة اقول لكم ان احنا ممكن نبطن العجينة بتاعتنا بكل سهولة بالزبدة بايدينا. يعني احنا ممكن ناخد جزء من الزبدة مع درجة حرارة الايد هتفرد معانا العجينة بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. حبيت اوريلكم ان احنا ممكن نبطنها بالفرشة او بايدينا، بتبقى اسهل كمان وكمان. هنحطها على العجين اللي احنا عملناه قبل كده، وهخلص كل الكمية اللي عندي. هو ده سمك العجينة اللي احنا عايزينه. بعد ما خلصنا التسع طبقات اللي عندنا، ودي اخر طبقة بنشدها كده شدة بسيطة كده من الحروف زي ما انتوا شايفين، هتفرد معانا بكل سهولة. هنجيب كيس من اكياس التلاجة ونغطيها وندخلها على التلاجة حوالي 40 دقيقة، ويلا بينا نشوف هنسويها ازاي. وطبعا كلنا عارفين ان الكرواسون رولز بيتم تسويته دايما داخل اسطوانات ستيل. ولو مش متوفر عندكم هنجيب ورق فويل. طبعا ورق الفويل موجود عندنا في كل بيت. هناخد جزء كده منه ونبدأ نطبقه كده على بعض ونلفه بشكل اسطواني، بس اهم حاجة يكون بسمك 3 سنتي. وهنيجي نجيب كده الطرفين ونثبتهم كويس جدا كده زي ما انتم شايفين مع بعض، علشان الطرفين ما يفكوش مني داخل الفرن. وهنعمل كذا واحدة على حسب الكمية اللي احنا عايزينها، وبكده هيبقى عندنا احلى اسطوانات لتسوية احلى كرواسون في الدنيا. شايفين يا جماعة أنا عملت كذا واحدة من الورق الفويل كده، هتبقى جاهزة معانا علشان نسوي فيها الكرواسون. وبعد مرور نص ساعة والطبقات داخل التلاجة هنخرجها، وهنبدأ نرش الكاونتر عندنا رشة بسيطة من الدقيق، وهنبدأ نحط التسع طبقات اللي عندنا. لكن الطبقة الأخيرة اللي قريبة مننا أو اللي على الوش دي يا جماعة، هي ديت هنسيب عليها الكيس البلاستيك، بيسهل جدا الفرد. شايفين الجزء ده أنا مرضتش أشيله داخل المونتاج عشان اوريلكم ان لو اي جزء لزق مننا لازم نرش رشة من الدقيق فورا. بعد كده هنفرد العجينة بتاعتنا، هتلاقوها بتفرد معاكم بكل سهولة. التسع طبقات عندنا اتفردوا معانا بكل سهولة. اخر خطوة هنبدأ نشيل الكيس البلاستيك عندنا. شايفين بتشال معانا بكل سهولة ازاي.
عايزه اقول لكم انا سويت العجينه عندي بحرف السكينه، يعني شلت كل الحروف الزياده وخليتها على شكل مستطيل. بعد كده هنبدا نلف العجينه بكل سهوله زي ما انتم شايفين، ولازم نضمها على بعض كويس جدا علشان تعطيني شكل حلو بعد التسويه. وهنلف العجينة بكل سهولة ونضمها على بعض علشان تعطيني شكل حلو بعد التسوية. وأول ما نوصل للجزء الأخير بالفرشة كده وهنمسحه مسحة بسيطة كده بالمية عشان الحروف تبدأ تتماسك جدا مع بعض. وفي المرحلة دي لازم العجينة تكون باردة كده واحنا بنشتغل فيها، ولو حسينا انها بدأت تطرى مننا هنحطها في طبق وعلى التلاجة على طول. وهنبدأ نقطع الطبقات الملفوفة الحلوة دي بسمك 3 سنتي، ولو حابين تزودوا تعملوها 4 سنتي براحتكم جدا. شايفين يا جماعة طبقات الزبدة باينة جدا ازاي ومتوزعة بالتساوي بصراحة. طريقتنا دي سهلة جدا. بعد كده هنبدأ نجيب صينية اللي هنسوي فيها ونبدأ نرص الرول بتاعنا او الكرواسونات الحلوة بتاعتنا داخل الاسطوانات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. عشان عجينتنا واخده كفايتها من الزبده فاحنا هنرص الكرواسون على طول، مش هندهن الصينيه اي حاجه. وبعد ما رصينا الكرواسون عندنا لازم نغطي عليه بورقه زبده، وبعد ورقه الزبده هنحط عليهم صاج تقيل كده علشان العجينه ما ترتفعش من النص ويبقى شكلها مش حلو. لازم نسيب عجينتنا تخمر ربع ساعة. بعد كده هندخلها على فرن سابق التسخين على حرارة 180 على الرف الأوسط، أو ربع ساعة هنسيبها متغطية. بعد مرور ربع ساعة هنخرجها من الفرن ونبدأ نشيل الورقة اللي عليها ونشيل كمان الفورمة اللي بالورق الفويل اللي احنا عملناها وهنقلبها كلها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هندخلها الفرن تاني. يعني النهاردة هنسوي الكرواسون بتاعنا على مرحلتين، أول ربع ساعة بتبقى متغطي وتاني ربع ساعة بيبقى مكشوف لتوزيع الحرارة من كل الجوانب، وكمان علشان نحصل على اللون الذهبي الموحد اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنحشيها بالنوتيلا او اي حشوة موجودة عندنا، ممكن بالشوكولاتة او بكريمة البندق او اي صوص عندنا زي ما انتوا عايزين. شايفين يا جماعة الكرواسون بتاعنا مورق جدا ازاي وباين فيه الطبقات. بصراحة طريقتنا النهاردة ناجحة بنسبة 10/10. عايزة اقول لكم ان احنا لازم نسيبه يبرد قبل ما نحشيه باي حشوة عندنا. انا النهاردة سيحت معلقتين كده من النوتيلا، حطيتهم 30 ثانية كده في الميكروويف وبدأت احشي بيها الكرواسونات بتاعتي. هنعمل فيها ثقب كده بسيط من فوق وهنبدأ نحشيها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. شايفين يا جماعة الكرواسون بتاعنا النهاردة هش جدا جدا ومورق. بصراحة وصفتنا النهاردة من ألذ أنواع المخبوزات، وكمان هو من أشهر المخبوزات المفضلة دايما عند كل الكبار وعند كل الأولاد الصغيرين. يعني الكرواسون رولز ده يا جماعة أنا شفت أسعار عالية جدا، الواحدة بتوصل ل100 جنيه. بصراحة سمعت أسعار رهيبة عند المحلات المشهورة، قلت لا أنا لازم أعمله في القناة عندي لكل متابعين الحلوين بأسهل طريقة، علشان لما تعملوه في البيت تكلفته هتكون أقل بكتير. يعني احنا النهاردة بنص كيلو من الدقيق و200 جرام من الزبدة عملنا حوالي 9 كرواسونات ومحشيين حشوة النوتيلا الجبارة اللي انتوا شايفينها دي مع رشة كده من المكسرات. عملنا 9 كرواسونات تحفة جدا ما تكلفوش نفس التكلفة لو احنا اشتريناهم من بره. فوصفتنا النهاردة ان شاء الله هتعجبكم. عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن كمان تقدموه الكرواسون الحلو ده بطريقه تانية خالص. يعني نقدر نعمله كرواسون حادق، نيجي كده من النص ونبدا نفتحه ونحشيه بالجبنه الرومي او باللانشون او اي حشو انتوا بتحبوه. يعني وصفتنا النهارده تقدري تقدميها على سفرتك كصنف حلو وكمان كصنف حادق. واتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وتسيبوا لي تعليق حلو، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. لكم مني كل التقدير والتحية، شيماء عبد الله.